مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه واحد الامتحان ديال امتحان رقم زوج في الرياضيات. يعني غنحط هذا الامتحان هذا، واللي عنده شي امتحان بغاني نعاونو فيه ولا شي حاجه يصيفطوا لي في الواتساب، وان شاء الله غادي نحاول نصحوا ليه في اقرب وقت. هنايا قال لك اسيدي كومبليتي، ان السؤال الاول التمرين الاول قال لك كومبليتي باغ، يعني اتمم بهاد اكبر من ولا اصغر من. صافي، اذا هنايا عندك صفر وعندك ناقص 2.8. حنا كتعرف دابا مثلا غير تذكير، راه الاعداد الموجبه يعني الاعداد اللي فيها بلوس كبر من الاعداد اللي فيها الناقص، يعني الاعداد البوزيتيف راه كبر من الاعداد النيجاتيف. حاجه اخرى، الا كانوا بجوج عندك نيجاتيف، الا طحتي في شي حاجه فيها بجوج نيجاتيف، يعني مثلا لقيتي مثلا ناقص جوج وناقص ثلاثة، شكون اللي كبر، هادي ولا هادي؟ هذه هي الكبيره. علاش؟ فاش يكونوا بجوج النيجاتيف راه اللي عنده الرقم صغير هو الكبير. صافي، هذا غير تذكير. شوف حنا درنا التمارين حتى عينا في هذا الدرس هذا. المهم هذا السؤال هذا يعني خاصك تجاوب عليه. هنا التمرين السؤال الثاني قال لك رتب ترتيبا تصاعديا كخواسون، يعني من الصغير للكبير. ترتب لنا من الصغير للكبير هاد الارقام هادو، ياك؟ هنا راه عندك كلهم نيجاتيف، ورد البال فاش يكونوا كلهم نيجاتيف راه اللي عنده الرقم صغير هو الكبير. صافي، فاش يكونوا كلهم نيجاتيف راه اللي عندهم الرقم صغير هو الكبير. هنا السؤال 3 قال لك القلية لي نومبر اونتي، الاعداد الصحيحة يعني ما فيهمش الفاصلة، اللي محصورين ما بين هاد ناقص 3.7 و 4.5. هنا باش تجيك ساهله كدير هذاك المدرج، عقلتي ليه؟ كنقول كدير المدرج، كدير الصفر وتحاول تحط هاد النقطه هادي، مثلا هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، وتحاول دير هاد تلقى 4 فين هي 4.5 فين غتجيك، وناقص 7 ناقص 3.7 فين غتجيك، وكتهز هذوك الارقام اللي وسطهم يعني اللي ما فيهمش الفاصله اللي كيجيوك في هاد الشريطات هادو. المهم هادشي راه درناه غير تذكير وصافي. trouver tous les entiers relatifs positifs m. قال لك القلية جميع الأعداد اللي هما بوزيتيف يعني موجبة أصغر من هذه، يعني يكونوا الأعداد اللي لقيتيهم موجبين يكونوا صغر من 4.29 ويكونوا صحيحة يعني ما فيهمش الفاصلة. صافي، تخوفي هنا عاوتاني هنا بغاو النيجاتيف بحال هذا السؤال هذا، ولكن النيجاتيف يكونوا النيجاتيف وكبر من ناقص 3.8. راه ما كاينينش بزاف، رد البال هنا ما كاينش بزاف الارقام. effectuer les additions suivantes، هنا غلطين، واحد زايده واحد الاس. هنا غدير الحسابات عاديين فاش يكون بجوج فيهم الناقص راه ساهله غير كنجمعهم. صافي، هنا لا كانت واحد فيه الزائد وواحد فيه الناقص. المهم اللي باقي عنده اشكال في هادشي، شوف واحد الفيديو راه حطيت فيه ملخص، يعني ملخص فيه 15 دقيقه يجيك هادشي كامل ساهل، يعني تولي تقول هذه طن يعني بلا ما تدوز انت كاع من هاد الطريقه كتولي تحسب. صافي، يعني طريقه سهله وفعاله. لا قال لك الاستاذ لا ما ديرش لي هاد الطريقه قول لي راه عندي صحيح، يعني ما عندوش الحق يقول لك هو لا راه غلط، لا راه صحيح، هو كيخدم بها، ولكن انت باغي يبقى يدوز عليك، يدوزك من هنا ويدوزك من هنا ويدوزك من هنا، يبقى يطول عليك الطريق. هنايا بحال عاوتاني دير لي هاد الناقصات هادو، دير العمليه تحسب لي هذا الحساب. هنا كاين الناقص. المهم قلنا الناقص فاش كتكون سابقه القوس هادشي اللي لداخل كيتبدل. مثلا الا كانت ناقص، الا كانت عندك ناقص 5، بغيت انا نحيد القوس قبلو ناقص هنا، اذا هاد الناقص اللي هنا غتولي زائد، اذا غتولي زائد 5 متفقين. ولا كانت مثلا قبل القوس كاينه زائد، الا كانت زائد مثلا ناقص 4، الزائد ما كتاثرش ليا في هادشي اللي لداخل، غتولي انا بغيت نحيد القوس غتولي غير ناقص 4، داكشي اللي لداخل كيبقى هو. اما الا كانت ناقص قبل القوس داكشي اللي لداخل كيتبدل، كان ناقص كيولي زائد، كان زائد كيولي ناقص. صافي، هذا غير تذكير، هادشي راه قلناه. زيكسيس 3 شنو فيه؟ قال لك اسيدي حسب لينا الزاويه سي او بي. فين هي سي او بي؟ سي او بي هاد الزاويه هادي، علما ان هنايا شحال كاين 58. صافي، هنا هادي فيها 58، اذا حسب لينا الزاويه هادي. لا لاحظتي راه هاد الزاويات بجوج، هاد الزاويه هادي اللي فيها جوج شرطات يعني سي او ا وهادي راهم ادجاسون راه المجموع ديالهم قلنا هو 180 درجه. اذا 180 درجه حيدنا منها الطريف غيبقى لنا الطريف الاحمر. المهم راني جاوبت ليك. كالكولي
ام شحال كتساوي. اذا هاد الزاويه هادي الا لاحظتي، هاد الزاويه مع هاد الزاويه كنسميهم الزاويه كيفاش دايرين. فوالا هادو كاين المجموع ديالهم اللي تيكونوا وحده حدا وحده، وتيكون المجموع ديالهم 180 درجه. شحال كنسميوهم سوبليمونتير. وهادو اللي كيكون المجموع ديالهم شحال، انا عندك الرمز ديال القائمه، اذا غيكون المجموع ديالهم 90 درجه، اذا كنقولوا لهم كومبليمونتير. صافي. اذا اش تعرف يعني انا هادي 90 وهادي فيها 55، يعني شحال بقى لك هنايا خاصك تعرفها ليا. عندك اسيدي اون كونسيدير لا فيغور سي دسو. قال لك هنايا هذا كنشرح لكم بحال اللي كنشرح للتلاميذ ديالي في القسم، يعني كنحط لهم الامتحان كنقول لهم ها شنو كاين كذا كذا كذا. ماشي الغرض تقول بالدري ولا شي حاجه، الغرض هو تخليه يزيد يفهم حتى نهار الامتحان كيزيد يفهم. صافي. هنا اون كونسيدير لا فيغور سو دسو. قال لك نعتبر هاد الشكل هذا اللي عندك هنايا. عندنا هنا شنو عندنا ا بي سي دي كيفاش داير، راه مستطيل ياك. قال لك هو حسب لي المساحه ديال هذا المخطط، هذا الشيء المخطط. صافي. اذا حنا شنو كيبان لنا هذا مستطيل، كنعرفوا نحسبوا المساحه ديالو مستطيل، وغنقصوا منه هاد ثلاثه ديال المساحات الصغار. هذه راه ربع ديال الدائره، وهذا راه مربع، وهذا هذا مستطيل. اذا غنحسب هذا كامل المساحه ديالو شحال، المستطيل الكبير، وغنقص منه هذا ونقص منه هذا ونقص منه هذا الربع ديال هاد الدائره، المساحه ديال هذا الربع ديال الدائره، وغنكون حصلت على هاد المساحه ديال الجزء المخطط. حاجه واحده اخرى، ساليتي هاد الشيء قول لي شنو جاك صحيح في هاد الامتحان كامل، وقول لي شنو جاك ساهل. صافي. وحاجه اخرى، الا ساليتي احسب الوقت ديالك شحال درتي فيه، يعني من الاول حتى الاخر شحال درتي في هذا الامتحان هذا. لا درتي اكثر من ساعه ونص خاصك تعلم تزرب شويه. درتي اقل من ساعه ونص وبزاف عندك صحيح بزاف وعندك بزاف الاغلاط، يعني كتزرب كتغلط، واللي سير بشويه. ماشي الغرض هو تفوت ساعه ونص، ولكن الغرض هو تجيب تقريبا كل شيء صحيح في ساعه ونص. صافي. حيت كاين اللي كيزرب كيسالي في ساعه ولا 45 دقيقه وكتلقى النص عنده غلط، هو ماشي ما فاهمش ولكن كيزرب. اذا هذه هي الاجوبه. ليكزيرسيس الاول هو هذا. اللي خرجت لي شي حاجه من غير هادشي يقولها لي في الكومونتير، واللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي. يعني هنا كدير تكمل باكبر من ولا اصغر من ولا تساوي. صافي. زيد سيدي التمرين الثاني، يعني حسابات درناهم. اكزيرسيس الثاني سالي هنا، وقف الفيديو شوف التخراج مع راساتك، شوف فين عندك الغلط، كان بادلك شي حاجه ماشي هاديك قولها لينا. ليكزيرسيس 3 هو هذا ديال الزوايا. هنا نشدو 180 ونقصو منها 58 تعطينا 122. هنا نفس القضيه نشدو 90 ونقصو منها 55 تعطينا 35. و ليكزيرسيس الاخير غنشدو المساحه ديال المستطيل الكبير وغنقصو منها هذوك ثلاثه المساحات الصغار، اللي هي هذه المساحه ديال المربع، وهذه المساحه ديال المستطيل، وهذه المساحه ديال ربع دائره. صافي. اذا هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان، ونتشافوا في فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم.